حابب حضراتكم تعدوا معايا عشان ما حدش يتعبني ويفضل يقول لي كام حته، طب دي، طب ايه مع ايه، طب ما بحبش اسمع الكلام ده، بفضل اتعب وناس يقول لي انت بتطول الفيديوهات يا اخي قوي ما تخفها، وفي الاخر بعد ما بطول بالساعه يجي يقول لي هو ايه بيقول ايه وايه على ايه وايه لونه ايه وايه بيدي ايه، فانا بيتعبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بالنسبة للعرض حاليا اللي أنا هظهره لحضراتكم، أول شيء أتكلم عنه، عندي هنا اسطوانة غاز أو أنبوبة غاز بتتعلق على بوتاجاز 4 عيون أو 5 عيون لأي بوتاجاز داخل المنزل، البوتاجاز الكبير ال5 شعلة. أرجو إن الكلام يكون واضح لحضراتكم. الأنبوبة دي عاملة إزاي؟ أدي المنظر بتاعها، أدي دي شكل الاسطوانة، مش الاسطوانة الكبيرة، يعني في اسطوانات كبيره قوي بتبقى شغاله عند بتاع الفول والطعميه، ولا الاسطوانه الصغيره، عشان في ناس كتير هتسالني يا استاذ مصطفى هي بتعلق على الانبوبه الكبيره ولا الصغيره؟ لا اهي، ادي شكل الاسطوانه اهي، ادي الوش بتاعها اهو. لان في ناس كده هتقول لي دي محتاجه شرح. محتاجه شرح. ليه؟ لان في ناس كتير هتسالني تقول لي يا حاج مصطفى مش يعني انت حضرتك هي صغيره، طب دي الكبيره، طب دي، وبرده اللي هيجي يطلبها مني هيتغلط معايا. ادي الاسطوانه اهي، اسطوانه عاديه اللي بتبقى في مخازن الانابيب، بتبقى في اي مخزن انابيب. طب الانبوبه دي او الاسطوانه دي سعرها عامل كام؟ عامله 1700 جنيه، معهاش منظم، معهاش خرطوم، مش مليانه. اظن كلامي واضح. اي انسان هياخدها يبدلها من اي مستودع وهيغير الانبوبه لانها فاضيه وسعرها 1700 جنيه. دي بالنسبه للاسطوانه الغاز. عندي هنا مكنسه بالنسبه للنوع يونيفرسال، ادي شكل المكنسه، وادي المكنسه دي بفضل الله حجمها كبير وحجمها حلو وجديده. ادي منظر المكنسه زي ما واضحه كده امام حضراتكم. ده الوش الخاص بالمكنسه، ده طبعا الظهر اهو، ده شكل الظهر. الاربع عجلات بتوعها ما فيهمش اي مشكله، هم معايا شغالين 10 على 10 اللي فوق واللي تحت، ما فيهمش اي مشكله. دي شكل الظهر، وادي التيكت بتاعي عليه اللي عليه البيانات او الوصف. عندي طبعا ده بالنسبه للوش اهو، عندي زي ما ظهر كده امام حضراتكم. عندي الخرطوم بتاعها، الخرطوم ده معايا طويل على فكره. انا لو بصيت كده ادي الخرطوم، دي طبعا القطعه بتاعتها الاستانلس، القطعه دي بتتقفل وتتفتح وانا هوريها لحضراتكم حاليا. عندنا طبعا الخرطوم بتاعها اهو، وادي المنظر بتاع المكنسه. المكنسه كبيره، المكنسه كطول وكعرض شكلها كبير. نوعها ايه؟ نوع يونيفرسال. طيب هي كام واط؟ 1400 واط. مكتوب عليها هنا، مش عارف هتبقى ظاهره لحضراتكم ولا لا، هحاول ان انا اظهرها لحضراتكم داخل الكاميرا بتاع الهاتف اهي، مش عارف هتبقى ظاهره. هي مكتوب عليها على العموم 1400 واط ويونيفرسال. طب عندي المكنسه بالنسبه للدراع الاستانلس بيقفل معايا وبيتفتح. عندي ده زرار اهو، الزرار ده لو انا دوست عليه اهو هنزل بالماسوره، الماسوره كده هتنزل معايا اهو، انا دايس على الزرار اهو. طيب انا لو حبيت اطلعها مش هترجع معايا لان انا مش دايس على الزرار، هرجع ارفع الزرار اهو لفوق وارجع اشد اهي كده فتحت معايا اهي، يعني بتتقفل وبتتفتح معايا. والخرطوم اهو طويل، يعني عندي قطعه ستانلس اهي حوالي بتاع متر او متر و20 غير الخرطومه، الحته الطويله بتاع الخرطوم اللي هي جايه من المكنسه. طب انا لو حبيت اشوف الشفط بتاع المكنسه، اولا عشان انا بنسى عندي طبعا السلك ده، لان في مكانس كتير بعرضها وبنسى اتكلم عن النقطه دي. السلك اهو طبعا اهو انا خرجته اهو، المفروض السلك ده بسوسته، هو طويل على فكره. انا اجي ادوس هنا اهو، يعني بدوس اهو على السوسته رفعه، شايفين انتوا اهو رجع معايا اهو السوسته شديده جدا اهو، رجعته تاني اهو عشان يبقى الصوره واضحه امام حضراتكم. هرجع ادوس على الزرار اللي هو الخاص بالسوسته اللي بيدخل او بيرجع السلك تاني مطرحه عنده اهو. هدوس، خدوا بالكم معايا اهو، قربت اهو، هدوس اهو كده السلك رجع تاني اهو ماشي. عندي طبعا هنا هحاول اجرب في زرار عندي هنا بيعلي وبيوطي ده بروح بيه وبرجع بيه، بروح بيه وبرجع بيه. عايز اي اداء بالنسبه للصوت مفيش مشكله. طب هرجع اطلع بالسلك اهو عشان اوصلها في الكهرباء واحاول اجربها مع حضراتكم. هنقول بسم الله. طبعا عندي هنا انا كده حطيت الفيشه اهو في الكهرباء. طب عندي عايز ابتدي اشغل. طب قبل ما ابتدي اشغل، لان مش هينفع اجربها لحضراتكم وانا يعني بالوش المبرطش بتاعها ده، لا هحاول ان انا اشيل الوش بتاعها ده خالص ونجربها مع بعض مع حضراتكم. انا كده اهو شلت الوش بتاعها اهو من الماسوره الاستانلس اهو. هبتدي ان انا اجربها، هبتدي ارفع كده المكنسه مع حضراتكم واجربها اشوف هل صوتها هيبقى واضح معايا ولا لا. فمش عارف الصوت هيبقى واصل معايا في المايك ولا لا. طب انا هشغل اهو، اشتغلت معايا، مش عارف حضراتكم سامعين الصوت ولا لا. طيب انا هرجع، انا كده قفلت اهو لان الصوت بيعمل عمليه وش معايا في المايك. طبعا انا هشغل اهو تاني، شغال، هعلي كده، عليت كده، رجعت
تمام. الفلتر بتاع المكنسه، الفلتر طبعا عايز يتنضف. عندي المكنسه بسم الله ما شاء الله حالتها نظيفه وحالتها كويسه جدا، وانا افتح معاكم الباب الخاص بالفلتر والباب الخاص بالفرش اللي هي الزياده اللي معاها. طيب اول حاجه هحاول اجرب الشفط بتاعها، هشغلها وانزلها على الارض. طب هشغل الاول اهو، هعلي اهو كده، انا عليت. هبتدي ده الشفط بتاعها، الشفط اهو اهو اهو، ساب ايد اهو كده تمام. ده الشفط اهو اهو، ماشي. ده الشفط اهو، الشفط بتاعها جديد. ادي الشفط اهو اهو، الشفط اهو، ده الشفط بتاعها. همسك في حاجه عندي اهو اهو اهو، ده الشفط بتاعها، شفط جديد اهو كده تمام. دي بالنسبه لايه؟ للمكنسه. عندي طبعا انا هقفلها كده، انا قفلت المكنسه. طب يا حاج مصطفى في زرار بيعلق بالنسبه للمكنسه، طب ممكن حضرتك تدوس على الزرار كذا مره كده قدامنا، عشان ممكن يكون الزرار بيعلق، وطبعا ممكن تجي لنا احنا نلاقي زرار بيعلق، ندوس على الزرار كده، تشغيل، فصل، تمام. طب ممكن كمان مرتين عشان نتاكد، تشغيل، فصل، لا بسم الله ما شاء الله، تشغيل، تشغيل تاني، تشغيل كده، فصل كده. المكنسه الزراير معاك بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي مشكله، لان في ناس كتيره بتقول لي انت عايزين اما تيجي حضرتك تشرح اي مكنسه اشرحها كويس. طب هرفع زرار اهو، الفلتر اهو، دي الباب، الباب اللي قافل على الفلتر، تمام. اخرج الفلتر معايا اهو، دي شكل الفلتر اهو، دي شكل الفلتر اهو، وطبعا ده المنظر من الداخل بالنسبه للفلتر اللي هو المكعبات. عندي انا هقفل كده اهو، بقفل طبعا، ده يرجع اهو، وباجي على الباب اهو، باجي ارجعه تاني مطرحه اهو، بنزل بيه كده، نزلت بيه وكده وكده قفلت تمام. طب هفتح هنا في ايه بقى؟ عندي هنا اشوف ايه الزياده اللي معاها. ادي الزوائد اللي معاها، شايفين الزوائد اللي معاها؟ ادي فرشه اهي، دي فرشه اهي، ماشي، ارجعها تاني مطرحها. وعندي هنا نفس النظام برده، فرشه اهي، ارجعها تاني مطرحها. مكنسه بسم الله ما شاء الله فابريكا. وادي دراع معاه تاني صغير اهو، يرجع تاني. نقفل بابنا، نعمل كده بسم الله، ونحاول نقفل الباب بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عشان مش ممتلكه لانها تقيله قوي في ايدي، يعني هي تقيله قوي. بس كده قفلنا الباب، كده الباب اتقفل اهو معايا كده تمام. دي بالنسبه للمكنسه. سعرها كام يا حاج مصطفى؟ المفروض ان انا مكنسه بالمنظر ده وبالشكل ده وبالاداء ده وبالحاله دي اتكلم في 1500 جنيه. طب انا هتكلم في 1000 جنيه بالنسبه للمكنسه، وان شاء الله هتتباع معايا. طيب عندي انا مفرشين بتوع يعني خاصين بسريرين اطفال بتوع عروسه، انا حابب ان انا افردهم، ولكن هتكلم على المفارش دي الاول. المفارش دي هي مش مفارش، هي بتاعت مساند، بتاعت قاعده عربي، اللي هو الفرش الخارجي. طبعا ده متفصل جاهز وقماشته جميله جدا. انا هتكلم على القطعه، القطعه ب 30 جنيه. اللي حابب ياخدهم على بعض الافضل مفيش مشكله. هم ثلاث يعني متجزئين لثلاث انواع، يعني ثلاث اشكال، كل مجموعه لون، هم ثلاث مجاميع، وكل قطعه في مجموعه ب 30 جنيه. اللي عايز ياخد مجموعه هبيع المجموعه على بعض، حابب ياخد مجموعه اثنين ثلاثه مفيش اي مشكله. طب انا هفرج حضراتكم على المجموعه الاولى، دي خارج المجموعه، القطعه دي خارج المجموعه دي زي كيس تلبيس. حضرتك حابه تعملي الكيس ده لاي مخده عند حضرتك، سواء فايبر او قطن او اي مخده، مفيش اي مشكله، كيس تلبيس. ده منظره وادي شكله. طب ده ليه سوسته، دي السوسته بتاعته اهي، دي السوسته بتاعته اهي، بتفتح ما فيهاش اي مشكله السوسته اهي، وبتقفل معايا. دي سعرها كام؟ القطعه دي بس سعرها كام؟ دي سعرها 30 جنيه. اللي حابب ياخد دي لوحديها انا ما عنديش مانع، لكن المجاميع دول هيتباعوا مع بعض. عندي اول فرشه اهو، دي طبعا قماشته، قماشه الفرش ده تحفه، وش وظهر. اللي حابب ياخد دي كقعده عربي، يعمل لها يعني يجيب اي سفنجه او اي رول بالنسبه للسفنج، او اي فايبر او اي قطن لاي تنجيد، ويعمل لها دي تلبيسه ليها، بس قماشتها في منتهى الجمال. لو انا جيت فتحت على سوستتين اهو، ادي القفل الاول اهو بتاع السوسته، وادي القفل الثاني اهو بتاع السوسته، كده قفلين ورا بعض بيجروا ورا بعض وبيقابلوا بعض القفلين. ادي الشكل من جوه. القماشه دي والله العظيم قماشه جميله وقماشه تقيله ولسه متفصله جديد. هل هي استخدمت؟ الله اعلم، بس انا شايفها جديده. عندها اهي، اهي طبعا القماشه دي طولها كده حوالي بتاع متر على ما اظن، اهي اهي في ايدي اهي حوالي متر. دي شكل الوش ودي شكل الظهر. اللي حابب ياخد دي
ويعمل لها اي تلبيس داخلي يخليها الكنبه انتري ماشي. حابب يعملها مقعد يقعد عليها المجلس عربي برضو ماشي. حابب يعملها سناده للظهر مفيش مشكله ماشي. دي سعرها كام؟ اي قطعه انا عارضها في المجموعه دي ب 30 جنيه. هم مجموعه على بعض. ادي القطعه الاولى كده طبقتها، هي كبيره اهي، كبيره اهي، والعرض بتاعها عريضه يعني عرضها اهو عشان يبقى واصل لحضراتكم في الصوره. ادي العرض، وهي والله العظيم ده شكلها جميل قوي، هي مش باينه في الكاميرا كويس. ادي القطعه الثانيه اهي نفس النظام، برضو حجمها كبير، وليها هنا عند الداير ده او البرواز بتاعها. بصوا البرواز شكله عامل ايه. ادي البرواز واخد ايه، واخد شغل اللي هو البرواز اللي هو تلاقيه واخد شكل زي فلونكات من الجناب اهي. ادي الجنب اهو. انا بظهر لحضراتكم الحاجه اهي عشان تبقى واصله بصوره دقيقه جدا لحضراتكم اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله العظيم القماشه بتاعتها تقيله وشكلها في منتهى الجمال. النهارده انت حضرتك او حضرتك لو وديت الترزي يفصل لك الشكل ده. والتانيه اهي اللي انا حطيتها اهي برضو ليها برواز، معلش انا هرجع برضه اوريها لكم عشان انتم ما شفتهاش. ادي دي التانيه الكبيره اللي انا قلت عليها متر اللي انا شرحتها في الاول اهي. نفس بصوا القماشه عامله ازاي، وبصوا الشكل عامل ازاي. ادي المنظر وادي الشكل اهو، وادي برواز واخده برواز اهو من هنا، وواخده برواز من الناحيه الثانيه اهو، يعني واخده شكل بروازين اهو اهي للاخر، مكمله معاها للبرواز للاخر اهو. عندي طب هنا في الجنب هي ليها البرواز هنا في الجنب اهو، في الجنب ده. دي سعرها 30 جنيه زي ما قلت. والثانيه اللي انا كنت بفرج حضراتكم عليها اهي، دي منظرها اهي. طبعا كلهم طقم واحد، اي اخت هتاخدها. وعندي السوسته اهي، طبعا حضرتك هتفتحيها اهي والسوسته معايا. هل السوسته فيها حاجه يا حاج مصطفى؟ لا، السوسته اهي شغاله معايا اهو، قفلت معايا اهي السوسته خالص اهي كده، قفلت معايا اهي. وادي الشكل بتاعها اهو، الحجم بتاعها كبير اهو. ادي العرض اهو زي ما ظهر كده امام حضراتكم، وادي طبعا الطول كده تمام. القطعه دي برده نفس النظام سعرها 30، احنا اتفقنا مع بعض تمام. عندي القطعه الثانيه اهي نفس واخت القطعه اللي انا عرضتها الاولى دي. فطبعا عندي اهي حضراتكم اهي نفس البرواز اهو. هل فيها بقع؟ ما فيهاش. هل فيها قطع؟ ما فيهاش. فيها بهتان في لون القماش؟ ما فيهاش. ادي المنظر بتاعها اهو، اهو كده شايفين منظرها. انا بقرب جامد لان حابب الحاجه تبقى واصله لحضراتكم بصوره واضحه وجميله. والله العظيم قماشتها جميله، لو مسكت القماشه بتاعتها يعني تقيله. شايفين القماشه عامله ازاي؟ دي القماشه اهي، دي القماشه، وادي من الداخل وادي من الخارج. طب السوسته بتاعتها تمام. عندي هنا بسم الله نبص برضه، نبص على السوسته اهي، السوسته بتاعتها بتقفل اهي. طب دي يا حاج مصطفى نفس السعر 30 جنيه. ادي دي الثالثه، هما كده 3 حتت. ادي الحته الرابعه اهي، كده الحته الرابعه اهي تمام. نفس الحتت اللي انا وصفتها، دي الحته كده الرابعه. طبعا انتوا انا مش مستاهل ان انا اكمل معاكم يعني شرحهم كلهم، هم كده زي بعض زي ما ظهر كده امام حضراتكم اهي. طبعا قلنا قطعه 2 3 4 قطع بالحته الرابعه اللي انا شرحتها دي 4، وادي الخمسه كده يبقى 5 في 30، كده 5 في 30. عندي هنا القطعه باينه اهي تمام من الداخل اهي، بتبرق والله العظيم بتبرق من الداخل وادي من الخارج. القماشه ما فيهاش اي شيء. اي اخت حابه تاخدهم تعملهم قاعده عربي، تعمل لهم حتت، او هي لو عندها مثلا ضمور وداخله قطن بس الفرش الخارجي وحش وبقى مهري كده وتحس اللي هو عليه اتساخ جامد، وحابه تاخد دول يعني بقى مقرح، وحابه تاخد دول يعني بديل اللي عندها، مفيش مشكله. عندي هنا طب ايه التوابع بتاعتهم بقى؟ ليهم توابع. التوابع اهي دي زي خداديات اهي، برضو نفس النظام اهي. ادي العرض اهو، وادي الطول اهو. هرجع لورا عشان الطول يبقى واضح اهو. ادي الطول اهو زي ما ظهر كده. طيب الظهر بتاع شكله عامل ايه؟ ادي الشكل اهو، وادي السوسته بتاعتها اهي. السوسته فيها مشكله اهي، نقفل السوسته السوسته هنا، السوسته هنا شايفين السوسته يعني تيجي تقفل بتفتح معايا، تيجي تفتح بتقفل معايا. عايزه ايه؟ عايزه القفل ده يتقفل عليه ببنس وهيقفل مع حضراتكم كده. انا بوضح اهو المعلومات امام حضراتكم. عندي كده حته اهي، يعني احنا قلنا 5 حتت، ودول اللي انا هوصفهم مش الحتت اللي شكل بعض. حته 2 3 4 5 6، يعني دول 6 حتت. يعني انا عرضت 5 حتت في الاول، ودول 6 حتت اهم، نفس الشكل ونفس النوع ونفس المنظر، وكلهم طبق الاصل يعني مجموعه واحده. عندي طبعا اهو السوسته شغاله اهي، ما فيهاش اي مشكله، بتفتح وبتقفل معايا اهي. ادي السوسته اهي، ما فيهمش ولا اي شيء يعيبهم. واللي هتاخد مني القطع دي قماشتهم 10 على 10. وادي سوسته اهي، كل السوسه بفضل الله شغاله، ونفس النظام، نفس القماشه ونفس اللون، ما فيهمش مشكله. لو في واحده فيها قطع فيها اي حاجه انا هقول لحضراتكم انها فيها قطع. طب عندي دول الحتت بتوعهم ال3 حتت دول الوش زي الظهر. عندي دول مختلفين شويه،
الوش نفس الوش اهو، نفس الوش اهو، ولكن الظهر هنا واخد على اسود، يختلف معايا. دي حابه حضرتك يعني يدي معاكي منظر وانت فارده القعده العربي، لو انت نجدتيها مفيش اي مشكله. عندي دول اهم قطعه اهي، وادي الثانيه وادي الثالثه، 3 حتت، يعني 3 اللون الوش هنا زي الظهر، وعندي 3 حتت الوش غير الظهر، الظهر هنا اسود اهو، اسود وقماشه عامله ازاي، قماشه في منتهى الجمال، وادي اللون الامامي اهو. عندي دي نفس النظام اهي، دي نفس النظام. طب دي يا حاج مصطفى فيها حاجه ولا اي حاجه بفضل الله، وادي الاقفال اهي شغاله ما فيهاش اي مشكله. عايزه بقى حضرتك انت تقفليها، عندي اهي الحته السادسه اهي اللي هي الاخيره، دي نفس النظام، وادي برده السوسه بتاعتها اهي. عايزه بقى حضرتك تروح مدخله كده ومظبطاها وتقفلي السوسه بتاعتها تقفيل 10 على 10 اهي. ادي الوش تمام، وادي الظهر. القطعه سعرها كام؟ سعرها 30 جنيه. 6 حتت اللي انا وريتهم لكم اللي هم الخدوديات دول، وطبعا 5 حتت اللي هم المقاعد بما فيهم الحته اللي هي الكبيره اللي تنفع تتحط الانتريه او تتحط عادي، وممكن يتحطوا لاي انتريه مثلا مقاعد ليه، ممكن يتحطوا مقعد لقعده عربي، مفيش اي مشكله. القطعه ب 30 جنيه، ب 30 جنيه اللي حابب ياخد دول على بعض مفيش مشكله، انا ما عنديش مشكله، بس دول لازم يبقوا على بعض، لان لو واحد خد حته هيبوظ لي الطقم، لان دي طقم هبيعه على بعض كده تمام. طب نخش على الطقم الثاني، دي طقم مشكل، نخش على طقم المشكل ده ونشوفه كام حته. طقم المشكل دول بسم الله برضو الحته او القطعه ب 30 جنيه. ادي دي الحته الاولى، دول فيه 3 حتت منهم لون واحد وشكل واحد. شايفين حضراتكم الشكل عامل ازاي؟ وهو نفس النظام، واخده البرواز بالعرض اهو، دي البرواز اهو، شايفين حضراتكم البرواز دي البرواز ودي شكله. عندي هنا برضو نفس النظام، هنا ادي الوش ما فيهاش قطع ولا فيها اي شيء، هو نفس اللون اللي انتم شايفينه، لونها تحفه ولونها جميل. دي تنفع طبعا لاي كنبه، يكون الكنبه معاها عوارض مثلا كبيره مفيش مشكله، تنفع لاي قعده مفيش مشكله. عندي سوسته هنا ما فيهاش اي مشكله، سوسته شغاله اهي تمام، ما فيهاش اي مشكله، ولكن ممكن يقابلني ريش زي ده، ريش زي ده، فانت هتشيل الريش ده عشان تقفلي السوسته اهو. انا بشيل الريش اهو ما فيهاش حاجه، هم بسم الله ما شاء الله هم كده اهي. يعني دي لو دخلت فيها يعني لو عملت لها تلبيس لاي مخده فاهمني، لاي دمور، ممكن تتباع بمبلغ والله. ودي حضرتك لو فصلتيها عند اي منجد برضه هتكلفك كقماش، وهتكلفك برضه نفس نظام البرواز ده غير مصنعيه المنجد. فانا بقول لك دي ب 30 جنيه مش بفلوس. دي طبعا طقم المشكل اللي برضه هبيعه على بعضه، يعني ما حدش ينفع ياخد الثلاثه دول على بعض، لا هياخد طقم المشكل مع بعض. دي الحته الثانيه اهي، نفس الحته الاولى اللي انا شرحتها ووصفتها اهي ب 30 جنيه، والله العظيم ببلاش. انا كنت قادر اقول 50 و40، بس انا مش عايز اجي على اهلي وعلى اخواتي، لان حابب ان انتوا تدوني دعوه حلوه، اللي ربنا يهديني ويصلح حالي ويرضى عني. طبعا دي الثالثه اهي، الدعوه احسن من الفلوس اقسم بالله. ادي الحته الثالثه اهي، الحته الثالثه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، نفس النظام ونفس الشكل. هل السوسته فيها حاجه؟ لا برضه السوسته ما فيهاش حاجه، عشان لما اجيبها لحد في المنزل او في السكن عنده برضه هجربها معاه واحنا واقفين مع بعض، اقول له السوسته اهي ما فيش اي حاجه، الكلام اللي انا قلته هو نفس اللي وصل لحضراتكم. دي الحته كده 3 حتت، ليها حته رابعه ثانيه اهي، كده يبقى 4 حتت معايا، 4 حتت نفس الشكل. حابب حضراتكم تعدوا معايا عشان ما حدش يتعبني ويفضل يقول لي كام حته، طب دي طب ايه مع ايه، طب ما بحبش اسمع الكلام ده، بفضل اتعب وناس يقول لي انت بتطول الفيديوهات يا اخي اول ما تخفها، وفي الاخر بعد ما بطول بالساعه يجي يقول لي هو ايه بيقول ايه وايه على ايه وايه لونه ايه وايه بيدي ايه، فانا بيتعبني. فعندي اهي تمام، انا بشرح اهو اهو. طب نبص على السوسته عشان تبقى كل حاجه ماشيه مع حضراتكم بكل دقه. سوستتها برضو نفس النظام ما فيهاش حاجه تمام. القطعه برضو انا بعيد وبزيد في الكلام 30 جنيه. طبعا دول كام حته؟ قلنا 4 حتت شكل بعض، ادي الاولى ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الرابعه 30 جنيه. كده انا بفهم حضراتكم بالراحه. عندي 3 حتت تاني اهم، يعني هم كده 6 لا كده 7، الاربعه دول والثلاث حتت اللي هم الالوان دول، يبقى كده 7 حتت دول على بعض 7 ب 30 كده تمام. ادي حته اهي كده، ادي حته اهي زي ما ظاهره كده امام حضراتكم اهي، دي منظر تاني اهو، لكن دي كل حته لوحديها. طب نشوف السوسته بتاعتها، دي ناقصها، لا سوستتها موجوده اهي. انا يعني بشوف الحاجه اهو والسوسته بتقفل معايا اهي تمام 10 على 10 ما فيهاش اي مشكله. وادي المنظر العام بتاعها اهو، وادي شكلها اهو نفس النظام. دي على الاربع قطع اهم، وعندي قطعه لون تاني اهي. القطعه دي نفس يعني لون تاني مختلف، هي يعني الالوان البرواز ده الشكل اللي انا عرضته في الاول تمام اهي. ادي منظرها اهو، وادي الحته اهي ما فيهاش اي مشكله وما فيهاش اي حاجه اهي اهي.
نشوف كده نبص على السوسته بتاعتها وفيها نفس البروجكت. لا دي بقى في مشكله هنا. ايه المشكله يا حاج مصطفى؟ عندي القفل اهو، القفل دي مفتوح، سوسته مفتوحه عايزه قفل. لما يجي لها قفل، القفل هيتخيط كده وده تتقفل من هنا، والقفل يجي يكمل معايا كده كده كده، يقفل الايه؟ يقفل السوسته. فيها اي حاجه؟ ما فيهاش غير اللي انا وصفته اهو وشرحته لحضراتكم. ادي شكلها اهو. اي حاجه هي خاليه من اي قطع، خاليه من اي حاجه تعبها، وفيها قلب في النص اهو، خاليه من اي قطع ومن اي حاجه تعبها. طبعا دول الست حتت كده، السته في 30. ده الطقم ده لوحده. الطقم الاولاني كان معايا سته اللي هم المخدات دول، ومعايا الخمس قطع اللي زي دول، يعني الاولانيين هنقول 5 و6 11 قطعه على 30، والتانيين ست حتت، الحته ب 30 كده. انا بوضح اهو. طب عندي هنا لا، دول معلش انا اسف، في حته ثانيه، دي الحته السادسه، انا طبعا نسيتها. الحته السادسه اهي، دي لون ثاني، يعني في 3 حتت مختلفين، وفي 4 حتت لون واحد، يبقوا 7 حتت. دول 7 حتت، معلش انا اسف، 3 مختلفين و4 حتت لون واحد. عندي اهي، ادي المنظر بتاعها، دي فنبيتي اهي، بيش فنبيتي اهي، ولكن شكلها برضو نفس النظام، شكلها جميل وتحفه، خاليه طبعا من اي قطع، خاليين من اي بهتان، من اي لسعه سيجاره فيها، ما فيهاش اي مشكله. طب هل هي السوسته بتاعتها تمام؟ بسم الله، نبص على السوسته، سوستتها تمام اهي، وقفلت معايا تمام اهي كده. ادي الشكل بتاعها 30 جنيه. كده احنا وصفنا دول. عندي هنا برضو مجموعه ثانيه نقدهم، نقول واحد، الله واحد، العدد 2 ملوش تاني، ماشي. الله واحد ملوش تاني، العدد 3 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. دول اللون ده اللي انا هوريه لكم ده 7 حتت، اللون ده 7 حتت، والحته نفس النظام ب 30 جنيه. ادي المنظر بتاعها اهو، ادي الوش وادي الظهر نفس النظام. ونبص على السوسته بتاعتها، السوسته بسم الله شغاله ما فيهاش مشكله اهي، خاليه طبعا من اي حاجه انا اتكلمت فيها بالنسبه للقطع او اللسعه او البهتان. عندي ادي الحته الاولى وادي الحته الثانيه، نفس النظام بفضل الله، ما فيهاش اي مشكله. وادي السوسته بتاعتها تمام يا حاج مصطفى. كده السوسته لوحديها على فكره، السوسته لوحديها تعمل لها يجي 30 جنيه. بلاش 30 جنيه، مصطفى بيبالغ، السوسته ب 5 جنيه. هقول لكم ايه طيب، هي السوسته تعمل لها يجي 15 جنيه او 30 جنيه، السوسته بتاعتها كبيره. غير الترز يقول لك السوسته لوحديها ب 30، لا السوسته ب 20 وهاخد على تركيبه 10 مثلا، او اقول لك تركيبه بكله 30، لا انا بدي لك كلها على بعضها ب 30 بالسوسته بتاعتها. طيب دي عايزه قفل، عايزه قفل سوسته، ونفس النظام هي مفتوحه اهي، برضه هتتقفل كده، والسوسته بتاعتها هتتقفل اهي. عايزه قفل، القفل بتاع السوسته بيتباع لا ب 5 جنيه لا ب 10 جنيه، الله اعلم. ادي الشكل بتاعها. وممكن يقول لك عايزه سوسته برضه، الله اعلم، حسب دماغ الترز اللي هيخيطها، اللي هيركب القفل بتاع السوسته. وادي حته ثانيه اهي، تمام، حته اهي، دي بقى فيها سوسته، فيها سوسته، ولكن عايزه تتقفل هنا من الجنب، الجنب ده بس يتخيط. يتخيط ازاي؟ انا عندي اهي، هي كامله، السوسته بتاعتها اهي، تتفتح اهي معايا وبتقفل معايا. ادي السوسته وادي اهو، ما فيهاش اي مشكله، غير انها بس عايزه تتقفل هنا من تحت، تتقفل بس اهي، هي مفتوحه اهي هتتخيط بس كده تتقفل، لكن ما فيهاش اي حاجه. عندي حته ثانيه اهي نفس الشكل. انا بوضح واحده واحده عشان الناس اللي عايزينها في محافظه، عشان ما حدش يقول لي انت بتطول، اللي مش عاجبه يطول يقدمه عشان ما يزعلش وما يتضايقش. حته ثانيه السوسته بتاعتها شغاله ما فيهاش اي مشكله، تمام اهي. الحته الثانيه اهي برضو حته نفس الشكل اهو. طبعا احنا قلنا اللي هم ايه، الحتت بسم الله ما شاء الله اهي، والسوسته اهي برضو شغاله تمام، ما فيهمش اي حاجه ولا قطع ولا اي شيء. الحته الاخيره اهي نفس النظام برضه، انا بفرج حضراتكم وانا طبعا الشريط اللي هو النبيتي اهو، وطبعا عندي هنا السوسته بتقفل ما فيهاش اي مشكله. كده طبعا حضرتك او حضرتك حاجه هتوصل لك 100 والقطعه ب 30 جنيه. عندي هنا طبعا دي حته عامله 10 جنيه زي مدفع كده صغيره، بتجيب 10 جنيه اهي، اللي حابب ياخدها على القطع دول ماشي، على القطع اي قطعه فيهم تجيب 10 جنيه. عندي دي مشايه صغيره، مشايه صغيره خفيفه، دي ب 5 جنيه، المشايه دي خفيفه قوي، ادي الظهر بتاعها، بس هي يعني 5 جنيه حلوه، عشان الرجاله ما تقوليش دي خفيفه قوي رقيقه قوي، لا هي ب 5 جنيه اهي، مشايه اهي ب 5 جنيه تمام. عندي برضو دي حته كده صغيره، دي عامله 5 جنيه اهي، حته اهي، حته متسلفينه اهي من الجناب، دي عامله 5 جنيه. عندي هنا والمشايات دي برضو على بعض، عندي مشايه اهي دي ب 10 جنيه، المشايه دي اهي متسلفينه من الجناب اهي، ادي الظهر ما فيهاش اي مشكله اهي، تتحط على باب مثلا، باب شقه،
باب اوضه، باب حمام، تتحط على اي حته انت حابه تحطيها فيها. اهي ما فيهاش اي حاجه، على الباب بتاع الطرقه، على اي حاجه. وقماشتها جميله على فكره وتقيله ب 10 جنيه اهي، وحته تاني زيها ب 10 جنيه، ما فيهاش اي مشكله اهي. ومتسلفين على فكره، اهم حاجه اللي هي متسلفين اهي من الجناب، كلها متسلفين اهي، متسلفين اهي. تمام. برده نفس النظام ب 10 جنيه. وادي الظهر، شايفين الظهر عامل ازاي؟ ما فيهاش اي مشكله، ولا فيها اي حاجه، ولا قطع ولا لسع ولا اي حاجه. والقماشه بتاعتها عامله ازاي؟ بصوا قماشتها، ادي القماشه اهي، اهي قماشه جميله. دي طبعا برده 10 جنيه. واخر حته اهي 10 جنيه. هما كام حته؟ 1 2 3 اللي في ايدي، غير الحتتين وكل حته بخمسه. عندي اهي، ادي القماشه اهي. طبعا دي وبر عايزه ايه؟ تتنضف بس، تشال بالايد اهي. ماشي، اللي هتاخدها ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي حاجه. عندي ادي الوش اهو، ادي الوش، ودي الظهر، نفس نظام الحته ب 10 جنيه. كده انا وصفت دول. نخش ان شاء الله على المفارش ونوصفها. بسم الله. هنا عندي دول مفرشين اطفال مع بعض. المفرشين دول جداد، بس هو الكيس الخارجي اللي بره، لان الحاجه كانت عند صاحبتها مركونه، فطبعا الكيس ده لو حابه تغيريه بقى انت حاجه ترجع لك. حابه تخلي الكيس بتاعها مفيش مشكله، السوسته شغاله اهي، السوسته دي شغاله. عندي المفرش الاول اهو، المفرش تحفه طبعا، ومفرش فايبر وشكله جميل، بس بتاع سرير لاوض الاطفال. انا اقربه اهو، شايفينه شكله عامل ازاي؟ اهو عليه دباديب اهي، دي دباديب عليه 6 دباديب. ادي دبدوب وادي التاني اهو. ونرفع، كل ما نرفع كده كل ما يقابلنا دبدوبين. وعندي دبدوبين تاني اهو. ماشي. انا بس عشان المايك ما يجريش مني. عندي برضو انا حابب والله اللي انا افرجه لكم بصوره واضحه اهو. انتوا كده يعني مش عارف هو كده واضح لحضراتكم ولا؟ احاول اقربه اهو شايفينه كده؟ ادي شكل المفرش اهو، شكله اهو. ادي المنظر بتاع الدباديب اهي. تمام. وادي المنظر بتاع الالوان بتاعته اهي، منظر اللون بتاعه. مش عارف واضح لحضراتكم ولا لا؟ كده ده مفرش اهو. مفرش ده الاول. التاني نفس شكله، ده جديد نوفي، جديد ما استعملش ولا نام عليه، جديد نوفي، ينفع لجهاز اي عروسه. وادي الظهر بتاعه، شايفين الظهر؟ الظهر اهو ما فيهوش اي مشكله اهو. ادي الظهر ما فيهوش اي شيء يعيبه، وهو كان متطبق طبعا، ما فيهوش اي شيء. عند اهو، ادي الشكل بتاعه. تمام. ادي المفرش الاول. طب ده يا حاج مصطفى معاه ايه بالنسبه للخداديات؟ معاه طبعا ده قلب. هل معاه قلب او قلبين؟ انا بتفرج زيكم اهو. ده قلب اهو معاه، ادي الوش، وادي الظهر بتاع القلب اهو. تمام. نشوف معاه ايه تاني. ده مفرش واحد، لسه هوريكم التاني. طبعا معاه هنا خداديه اهي، ادي منظرها اهو كده واصل لحضراتكم في الصوره. ادي الوش، وادي الظهر، ادي الظهر، وادي التلبيس اهو، التلبيس بتاع الخداديه. وليه طبعا اللي هو الايه، عندنا لو بصيتوا كده هو في منتهى الجمال. وليه طبعا في الجناب كده الشراشيب بتاعته اللي هو الستان بتاعه اهو. تمام. ادي كده ده المفرش الاول. طيب نشوف ايه تاني معاه. بسم الله. هل معاه مخدات تاني؟ نشوف كده. معاه هنا برضه. انا حابب ان انا اوريكم برضه ايه المفرش ده، المخدتين بتاعتهم. يعني المفرش الاول معاه اللي هو القلب اللي زي ده اللي انا لسه مفرج حضراتكم عليه، ده القلب الثاني بتاع المفرش الثاني. ماشي. ودي نفس النظام، المخده الثانيه بتاع المفرش الثاني. يعني كل مفرش معاه مخده زي دي ومعاه القلب، ده كله مفرش. ده القلب الثاني اهو. تمام اهو، زي ما ظهر كده امام حضراتكم. ونفس النظام المفرش اهو زي اللي انا وريته لكم ده. ادي الشكل بتاعه اهو، وادي منظره اهو. طبعا المفارش بفضل الله جديده وجميله وتحفه اهو. المفارش ما فيهاش اي حاجه، وجداد بتوع اطفال كده. تمام. كده المفرشين. طيب المفرشين دول سعرهم كام؟ انا عايز في الاثنين دول، هم جداد والله. عايزين بس يعني الكيس بتاعهم اهو. انا ليه بقول لكم الكيس بتاعهم؟ ممكن يعني عشان الحديده دي بس. شايفين الحديده دي؟ طبعا اهو هو الكيس بتاعه. الاخت اللي حابه تمسح الكيس مسحه حلوه بشويه ميه مفيش مشكله. اهو ادي الكيس. حابه تغير الكيس برده بتاعهم مفيش اي مشكله. ادي الكيس بتاعهم ايه، حاسس اللي هو بس ايه الشمبر ده طالع من هنا، فعشان ايه ما تحسش اللي هو مثلا تقول لك ايه عشان لو هتخليه لجهاز بنتها حابه تحطه في كيس، تشتري كيس احسن من ده مفيش مشكله. الشمبرين باينين اهم. هل هو ده فيه مشكله؟ عشان لو حابه تحطه بس في الغزال كده. تمام. طيب سعرهم كام الاثنين؟ الاثنين مع بعض انا عايز فيهم 800 جنيه. هل 800 فلوس؟ والله ما فلوس. بالنسبه للمفرشين فايبر زي دول جداد مش هتعرفي تجيبيهم بالسعر ده. اظن كده انا وضحت لحضراتكم الاشياء المتاحه حاليا. واللي عايز حاجه يتواصل معايا عن طريق الهاتف، وانا تحت امر حضراتكم في كل اللي انتوا تطلبوه. وبالنسبه لرقم الهاتف
03 وحايد 33 76 71 8. وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.